النادي الاهلي الى نهائي كاس مصر بعد اكتساح الموج الازرق 3-1. ماتش كامل متكامل فيه كل حاجه حلوه ممكن تتكلم عنها، بس ودي تيجي ازاي؟ رامي ربيعه لازم يبصم بخطا ساذج جدا قدام حسام حسن عشان حسام حسن يسجل الهدف المنتظر منه في شباك النادي الاهلي. بس مش مهم، عايز محمود عبد المنعم كهربا، وهنا لازم نقف على اللي عمله كهربا في المباراه. مبدئيا كده كانت مفاجاه لينا كلنا ان كولر يعتمد عليه بشكل اساسي ويبدا بيه اللقاء، لا وكمان يوظفه كراس حربه. بقالنا كتير قوي في ماتشات النادي الاهلي بنفضل نحزق ونفرك لحد ما نكسب 1-0 او 2-1 بالعافيه، ومهاجميننا تعبانين وما بيسجلوش بقالهم كتير قوي. مجرد بس كهربا ما حط رجله في الملعب 2-0 في اول 10 دقايق، لا وكمان هو اللي صنع الهدفين. طب هتقول لي الهدف الاول حظ والكره وقعت من ايد الهاني سليمان، بلاش. طب الهدف الثاني والسنده اللي سندها كهربا لحمدي فتحي، بلاش. طب الهدف الثالث والتقل اللي تقله على الكوره والتعليقه اللي علقها في الهواء، بلاش ده كله. طب الجري طول ال 60 دقيقه اللي لعبهم والضغط العالي والدفاع مع اصحابه، كهربا حرفيا كان منتشر في كل حته في الملعب، وكمان ضيع انفراد بالمرمى كان عايز يرقص الجول ولكن طولت منه. الحقيقه ان كهربا اتظلم كتير جدا وبقاله سنه ونص ما بيلعبش، واتاخد بذنب من ذنبه وحاجه هو اصلا ملوش ايد فيها، عشان في اول ظهور ليه وفي اول 10 دقايق يصنع هدفين، لا وكمان بيسجل الهدف الثالث. ده كرم وتوفيق ربنا وانصافه لمحمود عبد المنعم كهربا، خصوصا ان هو انتصر لكولر في وجهه نظره وهياخد ثقته جامد قوي في الماتشات اللي جايه. نروح لجزئيه ان كولر مدير فني جيد ولا مش جيد، فالموضوع ده تقريبا منتهي. كولر مدير فني كويس جدا وعنده تكتيك وعنده خطه وعنده رؤيه. هتقول لي هو انت بتقول كده عشان كسب سموحه 3؟ لا هقول لك انا بقول كده ليه. مارسيل كولر هو اللي درب النادي الاهلي في ماتش المصري وبنفس الاسلوب، ولكن اللي بيتحكم في فنياته ومدى فعاليه التكتيك بتاعه في ارض الملعب هو اللعيبه نفسها. بمعنى ان مثلا حسين الشحات بتاع ماتش النهارده هو حسين الشحات اللي ضيع هدف والمرمى فاضي في ماتش المصري. هنا حسين الشحات بدأ المباراة وهنا حسين الشحات بدأ المباراة، ولكن هنا حسين الشحات ما كانش موفق وضيع والمرمى فاضي، وهنا حسين الشحات كان موفق وكان بيلعب بمنتهى الجماعية مع اصحابه. وخليك مركز معايا ان المدير الفني في الماتشين كان كولر، فاكيد اللي عمله حسين الشحات في ماتش المصري وعدم توفيقه المدير الفني ملوش علاقه بيه. المدير الفني براءه، وبكل بساطه هي دي جوده اللعيبه اللي تحت ايده. وخد في اعتبارك برضو كم الاصابه للنجوم الاساسيه اللي هو كان بيعتمد عليها زي اكرم وكريم وغيرهم. النهارده في جمل وانتوهات وحاجات كتيره غريبه جدا بالنسبه لنا احنا كجمهور واحنا بنتفرج. ضغط عالي جامد وصح، وهدفين في اول 10 دقائق، والهدفين الاولانيين في مرمى الهاني سليمان، وعند الهاني سليمان هقف دقيقه. اعتقد ان دي نهايه تليق بيك في ظل اللي بتعمله في الدوري المصري بقالك كام سنه من سخافه وتضييع للوقت واستخفاف بالمنافسين والحكام. عيب لما تبقى حارس درجه اولى في الممتاز وبتعمل الحركات دي، خصوصا ان انت حارس مرمى عندك مؤهلات حارس مرمى كويس. ليه سايب شغلتك الاساسيه وانك تتطور وتبقى حاجه فيها وتروح نادي اكبر من اللي بتلعب فيه وماسك في التفاهات ومركز في الهبل اللي انت بتعمله؟ اتمنى ان اللي حصل النهارده والهدفين اللي دخلوا الكوبري فيه يخلوك تعيد تفكيرك وحساباتك في كل اللي انت بتعمله. حسين الشحات ومحمد هاني واحمد عبد القادر النهارده لا تعليق على اي حاجه هم بيعملوها، ادائهم مفاجاه وشغل عالي جدا النهارده. حسين الشحات بيريح واحده كان ممكن يلعبها بشكل فردي ويحطها في الجول، ولكن يلعبها الكهرباء عشان كهرباء يبروز اداؤه بالهدف الثالث ولا اروع. انا مشكلتي النهارده في الملعب كله هي حاجه واحده بس، او هو لعيب واحد بس هو اللي كان مضايق، رامي ربيعه. واتمنى اي حاجه تحصل وما يلعبش ماتش الزمالك يوم السبت. الشوط الثاني اقل من الشوط الاولاني، واصابه حمدي فتحي ومشاركه الصفقات الجديده. وبالمناسبه انا ما حبيتش اعلق على الصفقات الجديده، كان سهل اعمل فيديو لكل لعيب فيهم وافرش لك ارقامه واحصائياته مع كل الفرق اللي لعب لها، ولكن خلاص يا باشا انا بقيتش اكل من الكلام ده، اشوفه بعنايه مع الاهلي ماتش واثنين وثلاثه وبعد كده ابدا اتكلم عنه. احنا كلنا لما شبعنا من الملخصات واللمسات والحركات، عايزين نشوف الناس دي في الملعب ماتشين 3 4 ونبدا ان احنا نثق فيهم ونتكلم عنهم. في النهايه الايه اتعكست والضحك والمشاكل كلها راحت ل100 عقبه، وزيزو ضيع وشيكا ضيع والدوري تقريبا على المحك لو لاعيبتنا ركزت يوم السبت. استنوني فيما قبل مباراه الاهلي والزمالك، واستنوني برضو بعد مباراه الاهلي والزمالك، وتغطيه وفيديوهات مهمه جدا الفتره اللي جايه كلها عن كاس العالم للانديه، وكل التوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي. لايك لو ما عملتش لايك، كومنت لو ما عملتش كومنت، واكيد برضو محتاج ان اقول لك تشترك في القناه وتفعل الجرس، اتفاعل على القديم استنى الجديد، تابعني على كل لينكات السوشيال ميديا، انا موجود على فيسبوك يوتيوب تويتر انستجرام وتيك توك. وفي النهايه كان معاكم محمد اسماعيل، سلام.